وفي الفيديو ده انا هكشف لك السر ورا الكلمات اللي تخلي جوجل غصب عنها تطلعك في اول نتائج البحث. الو، احنا بعنا ب6 مليون جنيه؟ انا صح. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ تخيل ان انت بتدور على ابره في كوم قش. موضوع صعب صح؟ طب تخيل بقى ان الابره دي هي عباره عن فلوس او عملاء على الانترنت. تعالى بقى اقول لك تجيبها ازاي. الموضوع كله في المفتاح السحري اللي بيفتح لك كل ابواب الانترنت، اللي هي ببساطه الكلمات اللي انت بتكتبها في جوجل. هو الموضوع بسيط قوي كده؟ بسيط، بس انت لازم تفهم وتكمل الفيديو ده للاخر عشان تعرف ازاي تستخدمها. مش عارف والله من غير باجوري كنت هتعملوا ايه. زي ما احنا بنشوف كل يوم في ناس كتيره بتشتغل اونلاين وبتعمل شغل جامد وعندها محتوى تحفه، بس محدش بيشوفهم زي حالاتي كده. بس انتوا عارفين ليه؟ عشان ببساطه مش عارفين سر اللعبه. انا عارف ان الكلام ده هيضايق ناس كتير، بس هو الموضوع مش في اعلانات، السر في الكلمات المفتاحيه. وانا جاي النهارده افك لك الشفره بتاعت الكلمات المفتاحيه دي بطريقه بسيطه تخلي حتى لو جدتك اللي لسه فاتحه انترنت تفهمها عادي. من البداية كده، ايه هي الكلمات المفتاحية دي؟ الكلمات المفتاحية دي للي ما يعرفش هي الكلمات اللي انت بتكتبها في البحث بتاع جوجل او في اي موقع تاني عشان توصل للي انت عايزه. انت دلوقتي لو فتحت جوجل وكتبت افضل المطاعم في القاهرة او سعر ايفون 14 في مصر، هي دي الكلمات المفتاحية يا معلم. هو ده المفتاح اللي الناس بتفتح بيه باب المحتوى بتاعك. يعني كل ما الكلمات اللي كان بيكتبها الشخص في جوجل موجودة عندك في الموقع بتاعك او في المقال بتاعك، ده بيزود ترتيبك في نتائج البحث بتاع جوجل. لكن الموضوع مش بس ان هي تبقى موجودة، لازم تكون متوزعة بذكاء وتكون متوزعة صح عشان تظهر في وش الناس. تخيل كده ان انت فاتح مطعم وعايز الناس تلاقيك في جوجل بسهولة. لو واحد دخل كتب مطعم سوشي في القاهرة وحضرتك كاتب الكلمة دي في عنوان صفحتك وفي اول بوست وفي الوصف بتاع الموقع بتاعك، كده انت خلاص وش في اول نتائج البحث. لان بجد الموضوع ده بيفرق كتير. انا بشرح لكم كنت عايز اقول سوشي الاردنيه بس لقيتها وحشه قوي. ونكمل بقى ونخش على انواع الكلمات المفتاحيه، لان دي حاجه مهمه قوي لازم انت تبقى عارفها. اول نوع فيهم الكلمات المفتاحيه القصيره. وايه هي؟ دي كلمات بتبقى مكونه من كلمه او كلمتين، زي سوشي، زي كوره، زي ايفون. ودي ايه مميزاتها؟ دي بيبقى حجم البحث عليها كبير جدا جدا وكل الناس بتدور بيها تقريبا. طب وهنا بقى ايه عيوبها؟ عيوبها ان المنافسه عليها كبيره جدا جدا. لو انت موقعك لسه صغير ولسه بادئ فيه بيبقى صعب جدا ان انت تطلع. بيبقى بالظبط كانك داخل حرب لوحدك، اخويا المحارب يا عم. وعندنا النوع التاني الكلمات المفتاحيه الطويله. طب ودي بقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى جمله طويله شويه، بتبقى 3 كلمات او اكتر، زي افضل مطاعم سوشي في التجمع الخامس. زي ايه تاني؟ زي سعر ايفون 14 برو ماكس في مصر. زي مثلا ارخص شقق للايجار في مدينه نصر. طب دي بقى ايه مميزاتها؟ مميزاتها اللي بتبقى المنافسه عليها قليل جدا، وتقريبا اللي بيدور بالكلمات دي بيبقى دايما واخد قرار. بتبقى يا هتشتري يا هتحجز يا هتتواصل، ودول بقى بيبقوا عملاء جاهزين. تعالى بقى نرجع للمطعم اللي انا خليتك فتحته معايا من شويه. الناس اللي بتكتب مطاعم دول بيبقوا ناس بيدوروا بشكل عام، لكن بقى اللي داخل يكتب مطعم سوشي في القاهره الجديده فاتح بعد الساعه 12 بالليل، يا صاحبي ده عميل جاي ياكل حالا وده اللي احنا عايزينه. طبعا دلوقتي بداتوا تسالوا ليه الكلمات المفتاحيه مهمه قوي كده؟ عشان ببساطه قبل ما حد هيخش لك الموقع او قبل ما حد هيشتري منك او حتى يخش يتفرج على المحتوى بتاعك لازم الاول يوصل لك. طب ازاي هيوصل لك؟ عن طريق جوجل او عن طريق اي محرك بحث وسط المكان اللي عامل زي السوق الكبير اللي فيه مليون واحد شبهك بيقدم نفس المنتج. هنا بقى بيجي دور الكلمات المفتاحيه، وكان هنا لازم اتدخل. طب تعالوا بقى نفهم ايه هو المفتاح اللي الناس لما تفتح بيه تلاقيك انت. لو انت حاطط الكلمه اللي الناس بتبحث بيها، جوجل هتقول الشخص ده بيتكلم في الموضوع اللي الراجل ده بيدور عليه. هنا بتروح مطلعه صفحتك في اول النتائج. هنا نبتدي نفهم ازاي نحسن ترتيب موقعنا في محركات البحث. اول حاجه لازم نعرفها ازاي نحدد نيه الباحث، ودي بقى حته مهمه جدا لازم تركز معايا فيها. يعني الراجل اللي بيكتب دلوقتي في جوجل ده بيدور على ايه تحديدا؟ يعني هتلاقي واحد بيدور على معلومه، يعني ايه CEO وده بيبقى عايز يفهم. وهتلاقي واحد تاني بيدور على خدمه، هيكتب لك مثلا شركه تصميم مواقع في القاهره، وده بيبقى واحد ناوي يدفع فلوس.
وهتلاقي واحد تاني مثلا بيدور على مقارنة او سعر، وانت هنا بقى بالكلمات المفتاحية تقدر تعرف الشخص ده عايز ايه، وهتبتدي تجهز له محتوى يناسبه. وده ما بيخليش بقى موقعك بس يظهر، ده بيخليك كمان تجيب تفاعل وزيارات حقيقية. طيب احنا بقى ازاي نجيب زيارات مستهدفة وعملاء حقيقيين؟ لان مش اي حد هيخش عندك هيبقى عميل. نيجي مثلا لو انت فاتح صفحة عن افضل عربيات الكهرباء في مصر، والناس اللي بيدخلوا كتبوا الكلمة دي بالظبط في جوجل، وراح اخويا جوجل جايبهم عندك، فطبعا دول بيبقوا زوار مستهدفين وطبيعي ممكن يشتروا. طب لو ما اشتروش هيشتركوا، هيتواصلوا، هيبقى في تفاعل زي ما انت هتعمل كده دلوقتي. وانت بقى عشان تجيب النوع ده من الزوار لازم تكون ضارب الكلمات المفتاحية اللي تناسب نيتهم وكمان تناسب طلبهم. انا بس اللي بعتب على الناس اللي بتشوفني واقف في الفيديوهات وتقول ليش اقعد، هتقولوا لي اقعد يا جماعة كمل وانت قاعد عادي. والله الحقيقة انا بشكر كل واحد قال لي اقعد. تعالوا بقى نبتدي بمثال بسيط يخلينا نفهم اللعبة. دلوقتي لو عندنا صفحة هنسميها ايه؟ كاتب فيها كلام عام وخلاص، ولا فيها كلمات للناس اللي بتبحث عنها. وعندنا صفحة تانية هنسميها بي، كاتب في العنوان افضل مطاعم السوشي في القاهرة الجديدة، وفي اول البوست نفس الجملة، وفي وصف الميتا نفس الجملة، وجوه المحتوى ذكرها اكتر من مرة بشكل طبيعي. مين فيهم اللي هيتصدر؟ اكيد طبعا صفحة بي. ليه بقى؟ عشان جوجل فهم ان الصفحة دي بتجاوب على السؤال اللي الناس بتدور عليه. لكن في النهاية اللي انا حابب اعرفه لك ان ده السر اللي محدش هيقولك عليه كتير عشان توصل بيه لملايين المشاهدات والملايين المتابعين والملايين المنتجات اللي بتتباع. انت لازم تعرف ان الكلمات المفتاحية ليها دور كبير قوي في ظهور محتواك، سواء كنت انت بتبيع منتج معين او بتقدم محتوى للناس معين. وانا بجد بقى مش عايز حد يشكرني، انا عايزك تنزل تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل الفيديو ده ل1,000,000 متابع ونوصل بالفيديو ده ل1,000,000 مشاهدة. حلم من احلامي.